المرأة في موريتانيا وفي المغرب وفي مصر، ونبدأ من واحدة تعد من أهم رائدات الحركة النسوية ومن أوائل خريجات الجامعة في العالم العربي، الكاتبة والمفكرة المصرية أمينة السعيد. وها هي أمينة السعيد تروي لمحدثها صلاح عز الدين كيف تعلمت أول درس في الحياة الصحفية. سيدة أمينة، احنا يسعدنا ويشرفنا أن احنا نرحب بيكي باعتبارك من أوائل المتخرجات من الجامعة. أنا أفتكر نقطة التخرج من الجامعة ديت من أهم النقط اللي الجيل اللي بيسمعنا الآن يصح أنه يعرف إذا كنت وجدتيها مرحلة صعبة ولا مرحلة سهلة، وهل تجد الآن فروق بين البنات في الجامعة سواء في مصر أو في بقية أقطار العالم العربي؟ في الواقع إن أنا بقدر ما إحنا كنا بنات الطليعة ودخلنا الجامعة، أنا دخلت الجامعة ثالث مجموعة من البنات، والأيام ما كنت في الجامعة لم يكن عددنا يزيد عن 20 في الجامعة كلها. وكان بلا شك إن الحياة كانت صعبة في الجامعة، إنما الصعوبة الأكبر هي كانت في النقطة اللي أنت أثرتها دلوقتي، التخرج من الجامعة كان أصعب في الحياة علي من الدراسة الجامعية رغم مشقتها المختلفة. يعني إيه التخرج منها؟ يعني خروجي إلى الحياة من الجامعة بشهادة في يدي، شهادة علمية في يدي. أنا يوم ما تخرجت من الجامعة تصور لي إني أحمل الإثبات على أني من أعظم مثقفات العالم، إن أنا بهذه الشهادة أستطيع أن أفعل أي شيء، وليس من حق إنسان أن يناقشني لأني جامعية متعلمة. فكانت النتيجة خلال التجربة القاسية اللي لقيتها في الحياة إن أنا تعلمت إن الشهادة الجامعية دي ما هي إلا مؤهل يسمح لك بتثقيف نفسك، يعني إنك في الجامعة تعلمت كيف تتثقف إذا أردت أن تتثقف، أخذت القواعد الرئيسية للثقافة وصقلت ذهنك وهذبته، ثم طريق الثقافة ممتد قدامك، ينبغي عليك إذا أردت أن تثقف نفسك إنك تسير فيه. ومن الذكريات الأليمة اللي اعتز بيها جدا جدا في حياتي لأنها أثرت في حياتي تأثير وجهتني توجيه عظيم هو إني لما خرجت بهذه الروح اشتغلت في الصحافة. طبعا دخلت وأنا شد عضلاتي على إني امرأة مثقفة، وكتبت كلام فارغ على قد عقلي لأني لم أكن مثقفة. فبعد شهر 2 استغني عن خدماتي في الدار الهلال اللي كنت بشتغل فيها، وأرسل لي جواب، كنت بتقاضى في ذاك العقد 6 جنيهات في الشهر، فأرسل إلي جواب مسجل في منتهى اللطف معناه مضمونه إن عملي القليل لا يتناسب مع مرتبي الكبير. فأنا صعقت ودهشت، تصور لي إنهم ظلموني، وتصور لي إن الدنيا كلها بتحارب المثقفين. لكن أجمل ما في الموضوع إن أنا أدين بالفضل في هذا إلى زوجي، تركني إلى أن جففت دموعي وخفت حدة أحزاني وجلس معي جلسة هادئة، وكنا في ذاك الوقت ما زلنا مخطوبين ما تزوجناش. فقال لي خلينا نكون عمليين ونواجه الحياة. تفتكر الصحافة دي كلمة صحافة مش زي الصناعة وتجارة؟ قلت له أيوه. قال لي يعني ينبغي أن يكون فيها مكسب؟ قلت له فعلا. قال لي لو كان منك مكسب للدار هل كانت تستغني عن خدماتك؟ مش استغنائها عن خدماتك يدل على انك ملاحظة قاسية شوية لم تحققي. والله كانت واقعية إلى بعد، انك انت لست على المستوى اللي يمكن الدار أو يحبب الدار في استبقائك. إنك أنت اعتمدتي على إنك كنت في الجامعة ودخلتي، لم تقرأي، لم تتثقفي، لم تتزوجي بالمعارف المختلفة اللي تثقل قلمك وتعطيك الفكرة الطيبة وتجعل لك قيمة أدبية فيما تكتبين. مصبوط. فطبعا اضطريت إني وأنا مكرهة أقبل هذا وأوافق، ولكن كانت هديته لي إنه جاب لي انسيكلوبيديا، أول انسيكلوبيديا بريتانيكا دخلت بيتي أو دخلت حياتي، وبدأنا من هذه الانسيكلوبيديا أطلع على المعلومات وأثقف روحي وأتعلم، إلى أن وقفت على أقدامي وبدأت أكتب أشياء بسيطة من هنا وهناك كفريلانسر، يعني أكتب من الخارج. فإذا بنفس الصحافة
اللي استغنت عني ب6 جنيهات، دعتني وترجتني واستعطفتني أن أعود بعد سنوات قليلة بأضعاف هذا المرتب. عظيم. فالحياة كانت أشق علي خارج الجامعة منها داخل الجامعة، مع إني كنت من الطلائع، ومع إن الحياة الاجتماعية كانت ضد كل مبدأ سمح لنا بالدخول إلى الجامعة. أنا عاوز بمناسبة الدخول إلى الجامعة دي والخروج منها، أحب أعرف إيه كانت أسباب محاولتك أولا دخول الجامعة في فترة ما كانش دخول الجامعة بالنسبة للبنات فكرة شائعة. إيه اللي دافعك للتفكير في الموضوع ده؟ أنا لا أستطيع إني عشان أكون صادقة معاك يعني ما أقدرش أقولك إن في شيء وحيد دفعني، إنما ربما تكون الجو العائلي اللي أنا نشأت فيه هو اللي أوجد عندي أنا وأخواتي البنات الرغبة الملحة في إننا نتعلم على أعلى المستويات. إحنا نشأنا في بيت مثقف، وأبويا كان رجل من كبار رجال الحزب الوطني القدامى في ذاك العهد، وكان طبيب ومثقف من الدرجة الأولى وخطيب. ثم إحنا كنا عدة بنات وكان دائما يتمنى أنه يربينا ويعلمنا تعليم الرجال، فأوجد في الحماسة في نفوسنا لكي نحارب في سبيل شق الطريق، وأوجد عندنا الرغبة الشديدة في أن نتعلم. وفعلا بعد أن توفى في مرحلة متقدمة جدا من عمر وإحنا لسه صغار، وتركنا سرنا في الطريق وشقينا الطريق، وكنا بنشعر أننا كلما إذا تمكنا وأسعدنا الحظ بدخول الجامعة وحصلنا على الشهادة الجامعية بنكون كسبنا مكاسب تزيدنا اعتزاز بأنفسنا. بالتأكيد. تفتكري سيدة أمينة أنه في بنات كتير الآن محتاجات إلى مثل هذه الظروف الخاصة اللي نشأت فيها عشان يخشوا الجامعة؟ أبدا. البنات النهاردة في بلدنا على الأقل بيسيروا على أرض معبدة، والزهور والرياحين وملعقة من ذهب في بقهم، لأنهم بمجرد انتهائهم المدرسة الابتدائية بيجدوا المدرسة الإعدادية في انتظارهم، وكل مجاني. يدخلوا الابتدائي، يخرجوا من الإعدادية يجدوا الثانوية في انتظارهم، يخرجوا من الثانوية يجدوا جامعات في انتظارهم إذا كانوا على مستوى علمي يؤهل لهم دخول الجامعة. أصبحت الجامعة في متناول كل بنت ذكية، فأصبحت المسألة مسألة طبيعية، مش معركة بيحاربوا فيها. وده يمكن اللي بيخلي بنات الجيل الجديد رغم الفرص العظيمة المتاحة لهم، ورغم الأفق الأوسع اللي بيعيشوا فيه، ورغم الحياة المختلفة بالمرة عن حياتنا، بيخليهم بياخدوا الأمور روح الكفاح، روح التقدم والسبق وفتح أبواب جديدة. ما بقوش يعني متحمسات لها تحمسا شديدا. أنا واثق أنه تشعري أنه ده المشقة اللي أنت بذلتيها أنت وزميلاتك القليلات في حركة الريادة النسوية والحركة الطليعية للمرأة في العالم العربي كان بفضلها أنه أصبح الحياة أسهل بالنسبة. أيوة، بس هم كمان ينبغي أن يفهمن إن ما زال أمامهم كتير لأجل أن يحاربوا من أجله ولأجل أن يصارعوا في الوصول إليه، فما يستسلموش الاستسلام، وهم لا يرضوا، لا ينبغي أن يرضوا بالقليل الموجود، لازم يستزيدوا منه، وده يحتاج إلى حماسة وقوة ورغبة. حكمة عظيمة لا ينبغي على أحد أن يقبل بالقليل، والمرأة تحديدا كما قالت المفكرة أمينة السعيد مؤسسة أول مجلة تعنى بشؤون المرأة. وهكذا كان